السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكون اموركم على خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اول حاجه كنبغي نبارك لكم العواشر وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والزياده في الرزق وبالهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، ويدخلوا عليكم سالمين وفي احسن الاحوال يا رب، ويجعلوا فاتحات خير وسعاده علينا جميعا يا رب يا كريم. اشفي مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا كلها يا ربي. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اولا غنشارك معكم فطوري ديال النهار الاول في رمضان، فطور اللي هو سهل واقتصادي وما فيهش كثرة الوقوف وما فيهش تمارة نهائيا. شهر رمضان البنات شهر للعبادة والصلاة والتقرب من الله عز وجل، لذلك البنات كنصحكم دائما ديروا شي حاجة اللي هي صحية وشي حاجة اللي هي خفيفة للفطور وفي نفس الوقت تشبعكم، وما تكتروش قوة الماكلة في الفطور البنات، يعني ربي ما كيبغيش التبذير. هذا هو اللي كاين. دوزو على بركة الله الفطور. هنايا البنات غادي نوجد معكم ولا غنشارك معكم طريقتي يعني في القلي ديال الحوت. الحوت البنات كيجي على شكل مطاعم، كيجي زوين البنات وكيجي خفيف. انا عارفه البنات القلي ماشي صحي 100%، ولكن كنحاولوا فاش كنتشهاو يعني شي حاجه هكا مقليه كنديروها ما فيها باس مره. لذلك البنات غادي ندوز المقادير على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات عندي هنايا انواع ديال الحوت البنات اللي عندكم، السردين، الرايا، كروفيت، كالامار، مهم الصول، باجو، اللي عندكم البنات ديروا هاد الخلطه هذه راه كتجي رائعه في الحوت. هنايا خديت واحد الربيع، يعني خديت موليني كثرت فيه شويه ديال الربيع وفي الصوص ديال الثومه، شويه ديال البزار وشويه ديال العطريه ديال الحوت وشويه ديال الملحه فقط البنات. هذه هي العطريه اللي درت صافي. وغادي ندير عليهم الحامض والخل ديال الحامض اولا الخل العادي، غادي نزيد عليهم الماء وغادي نطحن كل شيء مزيان تيطحن ليا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ داك الحوت وغادي نرقدو في داك الشرموله البنات. هذه ماشي بحال الشرموله العاديه، هذه كتجي جاريه يعني. هذا هو السر ديال المطاعم، ما كتبانش ديك الشرموله في الحوت ولكن في هذيك النكهه ديال الشرموله. هذا هو اللي كاين البنات. غادي نخليوه يرقد مزيان، يعني الوقيته اللي خليتوها راه مزيان، نص ساعه، ساعه، 45 دقيقه، مهم اللي خليتوها ماشي مشكل. غادي ندوز البنات باش نوريكم اولا نشارك معكم الخلطه الثانيه اللي كندير في الحوت باش نقليه. هنايا البنات خديت شويه ديال الدقيق الابيض وشويه ديال المايزينا، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار صافي. وغادي نخلط كل شيء وغادي نفند داك الحوت في داك الطحين وندوز باش نقليه نيشان. نكون سخنت الزيت مزيان. غادي ندوز الاكله الثانيه اللي درت فيها البطاطا البنات. هاد الاكله كتجي يعني خفيفه بزاف وسهله. هنايا البنات البطاطا فورتها اولا سلقوها اللي بغيتو، غير حاولوا تغسلوها مزيان في الاول صافي. من بعد غتقسموها على جوج وتحاولوا تخفيوها غير واحد شويه وتخليو يعني شويه في دوك النصوصه كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. بالنسبه للبطاطا اللي خوينا غادي نزيدوا عليها جوج فرماجات على حسب المتوفر اولا المثلث اولا المربع، مهم اللي عندكم، شويه ديال الزعتر، شويه الملحه وشويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وغادي نضيف عليهم واحد الطون ديال الزيت ومعلقه صغيره تقريبا ديال الزبده. هذا هو اللي كاين البنات. وغادي غادي نخلط هاد المكونات بمايونيز، يعني تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال مايونيز فقط كاضافه. الا بغيتو تزيدوا مع هاد الحشوه هذه الزيتون مقطع، كورنيشون مقطع، مايز، كيبقى على حساب الاختيار ديالكم وعلى حساب المتوفر عندكم. كنبغي ندير لكم شي حاجه اللي هي اقتصاديه وما تعكزكمش انكم تنوضوا ديروا هاد الاكله هذه صافي البنات. من بعد ما درت هاد المكونات كامله غادي نزيد عليهم بصله اللي نكون ديجا قطعتها صغيره وشحرتها مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه والبزار صافي. كتعطي واحد النكهه زوينه في هاد الحشوه. هنايا البنات اخر مكون اللي هو مايونيز كيف ما قلت لكم، معلقه كبيره. غادي نمعس كلشي مزيان اولا نخلط كلشي مزيان ونبدا نعمر في ديك البطاطا ديالي. كتجي رائعه البنات وكتجي خفيفه
خفيفه يعني في الفطور وكتشبع، يعني شي حاجه اللي هي زوينه صدقوني، ولا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. هنايا البنات درت واحد شويه ديال الملحه والبزار لديك البطاطا اللي خويناها، غير باش تجي حتى هي مالحه وتجي زوينه، فيها واحد النكهه اللي هي زوينه وما تجيش يعني باسله اولا مسوسه. صافي البنات غادي نحاول نعمر دوك النصوصه كاملين ديال البطاطا ديالنا، وغادي نزيد عليهم فروماج مقطع، يعني سمحوا لي فروماج محكوك من الفوق، فروماج حمر اولا موتزاريلا اولا اللي عندكم، ولا ما كانش عندكم ماشي مشكل. ممكن تزيدوا الكيتشوب اللي عزيز عليه الكيتشوب، انا صراحه ما كنبغيهش بزاف، وكذلك حتى الزوج ديالي ما كيبغيش. صافي البنات وهذا هو الفطور ديال هذا النهار. كيف ما كتشوفوا شوفوا الحوت كيفاش كيجي مقلي ومقرمش وما كيجيش نهائيا رطب، كيجي مقرمش زوين البنات، وفيه الشرموله يعني كتحسوا بالمذاق ديال الشرموله ولكن ما كتبانش. نتمنى البنات الفطور يعجبكم، نتمنى هاد الاكلات يعجبوكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكيف العاده ما تنساونيش من لي لايك ديالكم الزوينه والتعاليق اللي كتفرحني. شكرا لكم بزاف بزاف. وحتى لهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، غادي نقول لكم تبقاو على خير وخليتكم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.